شيخنا، ايه رأيك في الترند اللي ظاهر الفترة دي عن يوم 13 أغسطس ان اللي بيتجدد فيه الأسحار؟ ايه رأي حضرتك؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ما فيش حاجة يا جماعة اسمها يوم بيتجدد فيه كل الأسحار. مش كل الأسحار بتتجدد. يعني الشخص اللي بيروح يعمل سحر، ربنا يهدي الناس جميعا، لأن ده من كفر والعياذ بالله. من ذهب إلى عراف فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الكبائر الكبرى في الإسلام، ومنها السحر. فبنقول لكل حد: اتق الله عز وجل وتوب، ولو عملت سحر حد روح فكه بنفسك قبل أن تلقى الله عز وجل بكبيرة من الكبائر. فاللي بيروح بقى يعمل السحر ممكن يروح يعمل سحر ويمشي، فالسحر ده اتفك ما اتفكش، عاش مع الانسان اتحول لجن عاشق زي ما بيحصل في بعض الحالات، هو حياته اتكعبلت وخلاص. لو هو بقى اشتغل على نفسه رقية شرعية وذهب لراقي ممكن السحر يتفك. في واحد تاني بقى بيبقى قلبه اسود وانسان سيء، فبيقوم يتفق مع الساحر ان هو يوم معين في السنة، اليوم اللي عمل فيه السحر يتجدد كل سنة او كل شهر، مطلع كل شهر مع الخروج الهلال كده يجدد له السحر. فمفيش يوم بتتجدد فيه كل الاسحار اللي هو يوم 13 اغسطس. انا قرات البوست ده حتى رديت عليه قبل كده، فده مش موجود. فاحنا بنقول بقى للناس: انت حاسس ان انت مسحور او ان انت عندك مشكله، اجتهد على نفسك طول السنه. هي سبحان الله، الانسان المسحور اللي بيقرا سوره البقره كل يوم والرقيه الشرعيه واذكار الصباح والمساء وبيقيم الليل وبيقرا اوراد من القران ومن الذكر ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل لو عاش 20 سنة بيعمل كده، إن يؤجر المرء رغم أنفه. ما هو الناس بتبقى تعبانة وعاوز يتخلص من ده وقاعد يجتهد على نفسه في الأوراد وفي الأذكار. شوف حسنات كتير هتجيلك، بالرغم ان انت لو ما كنتش مسحور ما كنتش هيحصل لك كده، فما كنتش هتجتهد الاجتهاد ده. فهو رزق ساقه الله إليك، ومع ذلك الله عز وجل يأجرك ويفرج كربك ويزيل همك ويفك السحر عنك. نسأل الله أن يشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. ولذلك الإمام ابن القيم ليه قاعدة مهمة جدا، قال لك بقى: أي حد مسحور ممسوس محسود، في قاعدة مهمة، السحر ده فيه جن موكل بيه، فتعمل إيه؟ ترهق الجن. بمعنى إيه إرهاق الجن؟ ان انت طول ما بتقرأ قرآن انت على طهارة، على وضوء، قيام الليل، الاذكار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، الجن بيتعب، بيبقى نفسه يسيبك ويمشي، فبيبقى في اقل فرصة او في اول فرصة بيترك الانسان ويذهب بعيدا عنه. فاحنا عايزين ان احنا ما نخافش. طيب لو انا عارف اصلا ان في يوم معين بتتجدد فيه الاسحار، ده دي حاجه كويسه. يعني هو اصلا لو ده حاجه حقيقيه فهي حاجه كويسه جدا. ليه؟ انا خلاص عرفت اليوم، فهجتهد بقى على نفسي، هشتغل على نفسي، هقرا الاذكار والرقيه الشرعيه وسوره البقره، فمش هيتجدد لي حاجه، لان الجن او الساحر مش بيقدر يعمل سحر لكل حد. طالما هو محصن نفسه كويس جدا لن يصيبه من اثر السحر شيء. عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وكان معمول له سحر. لبيد بن الأعصم كان ساحرا يهوديا شديد الخبث، فالإنسان الرسول اتعمل له سحر بالموت. تخيل، المفروض تأثير السحر ده يقتل. كان أقصى حاجة وصل لها إن الرسول كان بيحصل له زي نوع من أنواع التهيؤات زي سيدنا موسى، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأنت اجتهد على نفسك وما تخافش من يوم 13، وربنا سبحانه وتعالى يشفيكم أجمعين.